السلام عليكم. الأخ يسألني شلون نفرق بين موت الأغصان بسبب تيبس الكؤوس وموت الأغصان بسبب الموت الرجعي. هذا تيبس الأغصان بسبب تيبس الكأس. لاحظوا هذا كأس يابس. شنو سبب الياباس؟ مثلا لو البرتقالة واقعة بسبب الهواء، او مثلا احنا شالعيها بشكل مو صحيح، لذلك الكأس بعد ماكو شي ينطي، لان هو الكأس مهمته ينطي غذاء للثمرة. يبس من يبس يبدي يرجع الياباس الى الوراء، ومن ثم يبس الغصن الثمري او الزهري كليته، يوصل للغصن الاساسي ويوقف الياباس او يبس بعد 4 أو 5 سنوات. اما هذا فهو هذا مرض الموت الرجعي. اذا تلاحظون الاغصان من فوق بادية يبس، ويبدي الياباس ينزل الى اسفل الشجره، كلها تيبس بنفس الوقت. زائدا الاغصان او اللي احنا نسميه الجذع الاساسي، اللحاء ماله يتكسر. زائدا في بعض الاحيان يطلع اكو تصمغ. فالفرق بين مرض الموت الرجعي وتيبس الاغصان الثمريه بسبب تيبس الكؤوس هو انه الموت الرجعي هو عباره عن مرض فطري يصيب اشجار الحمضيات، اذا عالجناها كان بها، واذا ما عالجناها او ما عالجنا الجزء المصاب لازم نقصه وندهن بعجينة بوردة ونعامل بمبيدات فطرية متخصصة. أما بالنسبة لتيبس الأغصان بسبب تيبس الكؤوس، فمجرد ما نقص الجزء اليابس احنا نقذنا الشجرة. لا تنسوا تخلون لايك ومتابعة. تحياتي لكم جميعا، أخوكم علي الشيباني.